ازيكم يا أصدقائي، يا رب تكونوا دايما بألف خير. جايبه لكم النهاردة طريقة عمل مربى الجزر بالبرتقال. طبعا الجزر كتير قوي الأيام دي ورخيص، مش غالي في السوق. والبرتقال كذلك برضو موجود كتير بكميات كبيرة. احنا بنجيب الجزر، بننضفه كويس كده بالسكينة زي ما احنا شايفين، وبنشيل القمعة بتاعته اللي بتبقى السمرة في الآخر دي بنشيلها. هناخد كمية الجزر كلها وننضفها ونغسلها غسلة كويسة جدا. ولغاية ما اخلص الكمية ديت انا هقول لكم المقادير بتاعتها. انا جايبة 2,5 كيلو من الجزر، هياخد 1,5 كيلو من السكر. هنحضر المبشرة بتاعتنا على العيون الضيقة ونبشر الكمية كلها بتاعت الجزر، هنبشرها كلها. كده انا خلصت الكمية كلها اللي انا عملتها. هنحطها على النار بقى ونزود السكر. 1,5 كيلو على 2,5 كيلو جزر هنحط 1,5 كيلو من السكر. هناخد بشر برتقانة وناخد عصير البرتقال حوالي كوبايتين كبار. ولو عندك ليمون هتحطي ليمونتين، لو مفيش ليمون ممكن تحطي معلقة صغيرة من ملح الليمون، يعني الموجود عندك. لو عندك ملح ليمون بتحطي معلقة صغيرة، لو ما عندكيش ملح ليمون بتحطي ليمونتين معصورين. وتقلبي الخليط كله مع بعضه. طبعا انتوا شايفين ان الكمية كبيرة في الحلة، بس هي بعد كده السكر هيسيح وهتهبط شوية وهيبقى فيه صوص. احنا طبعا بعد شوية هنزود كوبايتين من المية، لان انا بحب الصوص المربى يبقى كتير، يعني بحب عسل المربى كتير. اهم حاجة ان احنا نوطلها النار وكل شوية نقلبها، ما نسيبهاش يعني فترة، لازم كل شوية نقلبها. شايفين ابتدت تهبط شوية معانا والصوص يبان. هي اخدت معايا ساعة، وهتلاقوا ابتدى اللون شوية بشوية هيتغير للغامق شوية. انتوا شايفين الصوص ابتدى يبان اهوت، لان السكر كله داب. وزودت مية حوالي كوبايتين. كده المربى جاهزة. سبتها لما بردت وابتديت اعبيها في العلب، وما شاء الله عملت كمية كويسة. بصراحة جميلة وياريتكم تجربوها. انتوا عارفين الجزر ليه فوائد كتير، فيتامين سي هو والبرتقال كمان، وهي مفيدة وصحية وجميلة وولادكم هتحبها. ياريت اشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس يوصلكوا كل جديد من قناتي، واشوفكوا على خير.